بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي مساء الخير، اهلا بكم في قناة صوتنا وحلقة من برنامجنا الاول. هؤلاء معنا وضيف حلقتنا الاولى الاستاذ حمدي حسين، القيادة النقابية والعمالية ومدير مركز افاق الشرقية بالمحلة، لسؤاله حول لماذا يدعم الاشخاص ذوي الاعاقة على مستوى الجمهورية. استاذ حمدي حسين، ليه حضرتك بتدعم فئة المعاقين؟ اتفضل حضرتك. مساء الخير ومبروك عليكم وعلينا القناة الجديدة اللي بنعتبرها صوت للمعاقين، مش في المحلة بس ولكن في جمهورية مصر العربية، ودي بادرة جديدة. وأيضا مبروك لبرنامجكم الأول الخاص ب ايضا المعاقين، واللي بيدور حوالين ليه الناس بتدعم المعاقين اللي هم هؤلاء معنا. طبعا المعاقين هم مين؟ المعاقين هم ولادنا، هم اخواتنا، هم ابائنا. المعاقين هم جار عليهم الزمن، وجار عليهم النظام، وجار عليهم الناس اللي بتحاول انها تميز ما بين الاسوياء والمعاقين. وانا مش عاوز اقول بالنسبه لي انا شخصيا، مش عايز اقول اسوياء ومعاقين، لان المعاقين انا بعتبرهم من الاسوياء. الاعاقه دي حاجه هم مش بايديهم، وحاجه اتفرضت عليهم. ولكن اللي عاجبني فيكم وفي العديد من زملائكم هي مقاومة هذه الإعاقة، سواء كانت إعاقة حركية أو إعاقة خاصة بالصم أو البكم، أو الصم والبكم معا. الدنيا كلها معاكم، وتبقى معاكم أكتر او بقت معاكم اكتر لما شفتكم ان انتوا بدأتوا تقفوا وتطالبوا بحقوقكم. حقوقكم كتيرة وعديدة. اهم هذه الحقوق اللي انا معاها قلبا وقالبا هو حقكم في الحياة، حقكم في العمل، حقكم في انكم تمارسوا دوركم بشكل عادي. يعني انا اعرف مثلا ان معظم المعاقين معاهم شهادات عليا، ومنهم من هو بقاله واخد شهادات بقاله 5 سنين و10 سنين و15 سنة ولم يعين. والأصعب من كده هو اللي بيحاولوا يطلع، يعني يدوا اجازات للناس المعاقة، الناس اللي اتعينت يحاولوا يدوم اجازات ويقعدوا في بيوتكم وخدوا الاساسي بتاعكم. دي اهانة ليهم، واهانة لكرامتهم، واهانة ان ازاي طالما انا تعينت على اساس ان انا اعمل، فانا بعمل ككاتب، بعمل في المجال اللي بيتناسب مع حالتي الصحية. وطالما بعمل وبأدي، وممكن بأدي في مجالات زي كمبيوتر وغيره اكتر من الاسوياء، لان هنا العقل هو اللي بيتحكم، الذهن هو اللي بيتحكم. وبقول انه اكتر من الاسوياء لان اعرف فعلا ناس بتعمل اكتر من الاسوياء، وبيعيبوا عليهم ان هم معاقين ويقولوا لهم لا اقعدوا في بيوتكم وخدوا فلوسكم. الاكثر من ذلك ان هناك العديد من المتعطلين بسبب سياسات النظام، وبسبب عدم تطبيق حتى القانون اللي هو فيه نوع من التميز، انه تعيين 5% فقط اجباري للمعاقين في المصانع، سواء كان قطاع خاص او قطاع العام. حتى دي ما بتفعلش، برغم ان مفيش حاجه اسمها 5%، مفيش حاجه، انا مش مع حتى ولا 1% ولا 2%. انا مع انه المعاق يعين زيه زي السوي، وياخد فرصته زي السوي تماما في مجالات تتناسب مع حالته الصحية. ايضا حقه في الحياة العادية اليومية بتاعته، رايح شغله، رايح مدرسته، رايح مشوار، رايح كذا، ما يعانيش هذه المعاناة اللي احنا بنشوفها بنفسنا، انه زحام العربيات، الشوارع غير آمنة، أرصفة ملهوش فيها ولا يقدر يطلع على الرصيف، الحدائق
وبالذات في المحلة بدأت نوع من التجميل بعد بسبب إضرابات أو بسبب الانتفاضة بتاعت 6 أبريل. بدأوا يبصوا للمحلة من بره فقط في الشوارع الرئيسية، والتجديد لبعض الحدائق، وايضا تجديد لميدان سكك حديد مصر. لم يبصوا الى المعاق اللي ممكن يطلع يقعد شويه في الجنينه او يطلع على رصيف من هذه الارصفه، او انه يتمشى حتى مع اولاده او غيره. غير امن تماما، ممكن اولاده يطلعوا على الرصيف ويقعدوا في الجنينه وهو يبقى قاعد بعيد لانه مش قادر يطلع الا اذا نادى على ناس عشان يشيلوه وناس عشان ينزلوه وهكذا. ده غير سوء بالمره وضد حقوق الانسان. المعاق هو انسان وله حق في الحياه الكريمه بالظبط زيه زي اللي بيتقال عليهم اسوياء، واغلبيتهم غير اسوياء لانهم ايضا بيتناسوا حقوقهم وبيتناسوا ان هذا النظام نظام ديكتاتوري على المرأة وعلى الرجل وعلى المعاق وعلى الطفل وعلى كل هذه الاشياء. لكن انا بقول ان غدا لنظره قريب. بدأ المعاقين يتحركوا، بدأ يبقى ليهم اتحاد، بدأ يبقى ليهم جمعيات هم اللي بيعملوها مش اخرين بيعملوها عشان لمجرد المساعدة، لكن بدأ المعاقين نفسهم هم اللي يعملوا هذه الاشياء. وانا عارف انه في دعوة للعدد منهم ان هم يعملوا نقابة خاصة بيهم، وايضا بدأت وقفتهم الاحتجاجية بصوت عالي، بدأت من مجلس الشعب ثم امام الوزارة وزارة التضامن، واعلم تماما ان هم هيتحركوا في كافة المحافظات. يعني المعاقين بينتزعوا حقوقهم، وطبعا لازم نكون معاهم، وادعي الجميع ان يكونوا مع المعاقين، ويتحول برنامج هؤلاء معنا الى برنامج الشعب المصري كله مع المعاقين. شكرا استاذ حمدي حسين، واحنا بنشكر الاستاذ حمدي حسين على وقته وجهوده من اجل المعاقين في جمهوريه مصر العربيه وبخاصه زملائنا في المحله. وان شاء الله تكون لنا حلقه قادمه في برنامج هؤلاء معنا لحشد كافه المتضامنين مع اعداء ذوي الاعاقه في جمهوريه مصر العربيه. فتابعونا في قناه صوتنا.